9 دول عشان توصل ايطاليا؟ كنا طالعين بحر، المركب عطلت بينا، الاسكاتره اليونانيه اللي خدتنا دخلتنا كامب، اتحبسنا في اليونان، وبعد كده طلعت قعدت شهر فيها، لقيت الدنيا وحشه، بلد عنصريه. طلعت عديت الحدود، دخلت مقدونيا، اتخطفنا على الحدود، كانوا طالبين علينا كل واحد 20,000 يورو. حاولت اهرب وهربت، مشيت في الغابه لحد ما وصلت مع ناس عرب، ومن كسوفو دخلت مالجريجرو، ارتحتش كام يوم، بعد كده عديت البوسنه هركب. من البوسنه هركب بقى جيت احاول ادخل كرواتيا، ما عرفتش ادخل عشان حلف الناتو. حاولت كذا مره، مشيت طريق 65 كيلو، خدتها مشي وجازيت عشان ادخل اعدي الحدود كرواتيا، ما عرفش اعدي لحد ما دفعت فلوس مع مهرب سوداني، ودخلنا في وسط الغابه، قعدت خدتها 7 ايام مشي من بوسنه هركت لكرواتيا لسلوفانيا مشي 7 ايام. كان معانا اكل في الشنطه، الاكل قضانا 4 ايام، بقيت الايام التانيه بينا ناكل ورق شجر ونشرب ميه من ميه نطر من الارض، لحد ما دخلنا عدينا النهر بتاع سلوفانيا 7 ايام بعد عذاب وموت. دخلنا خدونا حطونا في حته زي ثلاجه كده مقفوله، بعد 12 ساعه طلعونا ودخلونا كامب، وبعد الكامب قعدت شويه وهربت من الكامب ودخلت على ايطاليا. انت كنت متفق على الليله دي كلها في الاول ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ انا كنت متفق اطلع من ليبيا على ايطاليا بس على طول؟ كنت دافع كام بقى؟ انا كنت ساعتها دافع 190. كل دوله كنت بتعدي فيها كنت بتدفع فيها فلوس، ولا انت دفعت اللي هو يعتبر ال 190,000 جنيه ولا 200,000 جنيه وخلاص؟ بتاع ليبيا بتطلع في البحر كده، انت مالكش فلوس تاني. جيت كانت صحابي قال لي انت هتيجي ايطاليا وتعالى مالكش دعوه، وكل اللي بتيجي هنا ما حدش بيعرف حد، الاخ ما بيعرفش اخوه هنا.